حاسه انه محتاج شويه تغيير، فيلا نفتكر الحلق اللي انا عملته قبل كده على شكل فيونكه. لو مش فاكرين الفيديو فهحاول اقول لكم بسرعه استخدمت ايه. استخدمت خرز لولي ابيض وسلك تشكيل. عايزه اغير شكله بس في نفس الوقت مش عايزاه يبوظ، يعني مش عايزه استخدم حاجه معرفش اشيلها تاني، وبما اني مش شاطره في الستايلينج فهجدده بطريقه. عملت 5 فيونكات بنفس الطريقه، وعشان بعد كده لو حبيت اغير رايي فالخيط والابره هو اللي هينقذني. جبت خيط لونه ابيض عشان لو بان من وسط اللولي ما يبانش ان هو حاجه، بس حسيت انه لو احمر برضو كانت هتمشي. بدات اخيط واحده واحده بشكل عشوائي، ما كنتش قصدي ارتبهم خالص. في الاول كنت ببدا الخياطه من بره، بس لقيت ان انا كده غلط لان الربطه بتاعه الخيط باينه من بره، فبدات اخيط من ورا وقعدت اكد على الخياطه كويس قوي حوالي 3 أو 4 مرات، لان انا بخيط بس من النص وبعد كده قصيت الزياده. فكرت احط واحده كده على كل كم، بس اترددت قوي بصراحه، حسيته هيبقى كتير قوي، بس ممكن تبقى دي مرحله التجديد الجايه، وعشان الفيونكات بسلك فممكن اغير شكلها كمان. وبس كده.